السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. يا ريت اللي يشوف الفيديو ما ينساش التعليق بالصلاة على المصطفى الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. تمام. معانا صوابع زينب جميلة ومقرمشة جدا، واقول لكمش على قرمشتها وطعمها الجميل واقتصادية جدا. متنسوش اللايك. تمام، اوعوا تنسوا اللايك، واللي اول مرة يشوف القناة بتاعتي يدخل ويعمل لايك ويعمل اشتراك كده وتعليق بالصلاة على المصطفى الحبيب. معانا اول حاجة هنعمل الشربات بتاع صوابع زينب او السيرب اي مسمى ليه. معايا كوباية سكر كبيرة، عليها كوباية مية غلت كده على النار. جبت فص ليمون، ومعايا المصفى السلك دي عشان اي بذرة اي حاجة ما ينزلش في الشربات. بعد ما غلى كده وحطيت الليمونة 5 دقايق اطفي عليها. خلاص كده معانا الشربات بقى ايه زي الفل كده. حلو كلام جميل. نيجي بقى للطريقة بتاعتنا بتاعت صوابع زينب السهلة البسيطة اللي مش مكلفة تمام. معايا كوباية من دقيق السيرب او دقيق البسبوسة، كوباية. تمام، كوباية كاملة كده زي ما انتوا شايفين. هننخلها كده بالمصة بتاعتنا اللي هي السلك دي، عشان لو في اي حاجة كده ولا كده ما تبقاش في الاكل بتاعنا. ومعايا كمان كوبايتين من الدقيق اللي هو بتاع المخبوزات بتاعنا العادي، الدقيق الابيض الفاخر. تمام، فاخر من الاخر. تمام، برضو بالمصفى كده وهنخله علشان لو في اي حاجة تبقى الدقيق بتاعنا تمام، مفيش اي حاجة في الحاجة بتاعتنا ومش شاهدين كده عليه. زي امي بتقول تشهدي على على الدقيق. تشهدي يعني انخليه. تمام، هنخله كده. الحمد لله الدقيق بتاعنا نضيف زي الفل، مفيش اي حاجة. هقلب بقى دقيق البسبوسة على دقيق الفاخر بتاعنا الدقيق الابيض. وهجيب ذرة من الملح. اول حاجة حطيتها حطيت باكت صغير من الفانيليا او ربع معلقة فانيليا، ومعانا معلقة من السكر، وبترطفت المعلقة يعني سنة ذرة ملح. هقلب كل ده كده مع بعضه. هنجيب تاني، هنجيب ربع كوباية من الزيت. ربع كوباية من الزيت يعني هو ربع كوباية. وتقلبيها كده كويس على الدقيق بتاعك. هي شوفي سهلة خالص وبسيطة ومش مكلفة، يعني حاجتها مش كتير. ومعايا معلقة خميرة بيرة. لو انت عندك خميرة فورية مفيش مشكلة، انا عندي خميرة بيرة كده، خدت معلقة هي كانت في الفريزر عشان كده طالعة سايحة. قلبتها في كوباية الا ربع كده مية دافية او مية فترة. هي هتاخد كوباية كاملة، يعني الكمية بتاعتها هتاخد كوباية كاملة. وانت حابة تعملي نص الكمية دي علشان الزيت وكده اعملي نص الكمية. تمام، هعجن العجينة بتاعتي. هسيبني بقى بالمعلقة دي خالص وهقلب كده عشان احس العجينة بايدي. هعجنها كده. العجن بتاعها بسيط خالص جدا جدا جدا، يعني مبياخدش وقت. يا دوبكش بس تقلبي الدقيق في بعضه مع المية والزيت والمكونات اللي انت حطيتيها اللي هو الخميرة والسكر والملح والفانيليا. خلاص كده العجينة بتاعتنا خلصت. لا، هنكمل عليها شوية مية بحيث انها العجينة بتاعتنا تبقى عجينة كويسة. هي خدت معايا كوباية كاملة من المية. الاول كنت حاطة كوباية الا شوية، كملت شوية. وده حسب الدقيق اللي بيكون معاكي. مش هقدر اقولك يعني كوباية او كوباية الا. تمام، بعد كده معانا الشربات بتاعنا. طبعا بعد ما خلص وهذا شوية جبت باكت من الفانيليا وقلبته كده على الشربات او السيرب علشان يبقى الطعم حلو كده وريحة حلوة. هنجيبها بقى نعملها العجينة كور صغيرة كده زي صفار البيضة. شفت صفار البيضة؟ بعد كده هنجيب المبشرة بتاعتنا ونقوم فردين على الجنب اللي هو الصغير ده اللي هو اللي خرامه صغيرة، ونقوم لفين كده الصبع. هيبقى معانا صوابع زينب. حابة تعمليها كبيرة صغيرة طويلة قصيرة براحتك اللي انت عايزاه. هي طلعت معايا طويلة وقصيرة وتخينة ورفيعة، ما زعلتش حد. كل الاشكال. المهم مين بقى اللي كان طالب صوابع زينب دي؟ بنوتي حبيبة قلبي دول. كانت طالباها مني. يا ماما اقول لها يا بنتي بتاخد زيت عشان خاطرك يا دودو. مش مشكلة الزيت. تمام، عملتها زي ما انتوا شايفين كده ورصيتها في الصينيه. حاولي انك تحمريها على طول وما تغيبيش فيها، يعني ما تتاخريش فيها علشان ما تفتحش معاكي وانت بتحمريها. معانا تركية مهمة جدا بقى واحنا بنحمر
صوابع زينب او هنعمل بلح الشام او هنعمل زلابية. التركايه دي خدي بالك منها، الحلوانية بيعملوها. فتحت معايا شوية علشان خاطر الخميرة بتاعتي، يعني انا اتأخرت شوية، يعني كنت كسلانة حبتين. حاولي ما تتأخريش عشان ما تكونش خمرت جامد فتفتح معاكي. تمام. التركايه بقى احنا هنطلعها واخده الصفار البسيط خالص ده، يعني يا دوبك اتشمعت كده من الزيت بس. انت تطلعها على كده؟ هطلعها على كده. خلاص كده خلصت؟ لا طبعا، احنا هنخرجها طبعا من الزيت. هنحط الكميه بتاعتنا كلها بالتدريج كده، شويه شويه. معلش الطاسه بتاعتي صغيره عشان الزيت يبان فيها، بس بصراحه الطاسه الكبيره يعني بتنفع، الصغيره دي بتضايق. ما علينا، انت بتتكلمي في ايه. هخرجها زي ما انت شفت كده، لونها اصفر، مش متحمره كامله، يعني تحمير كامل. تمام. هكمل الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه دي. تمام. وبعد كده هنعمل بعد ما نخرجها كلها بنفس الطريقه، اللي هو اللون المصفر ده بس. ليه بقى التركيه دي؟ عشان تبقى معاكي مقرمشه، مش طريه كده، لا تبقى مقرمشه كده. حتى لو صبحت عندك، باتت عندك، ولا قعدت يوم ولا يومين، تفضل متحمره زي ما يعني متحمره، تفضل ناشفه ومقرمشه زي ما انت تكوني لسه عاملاها اول يوم. تمام. هخرجها طبعا. بعد كده هعمل بقى، هجيب طاسه كده كبيره شويه محترمه، واحط نفس الزيت اللي انا كنت بحمر فيه، ولو حابه تزودي شويه زودي، وهقوم عايده عليه تحمير. طبعا الكاميرا هنا استغفر الله العظيم يا رب، احنا عايزين نرمي التليفون ده لان انا بصور بالتليفون تعبان. طبعا ده مش اللون الحقيقي، اللون الحقيقي تحفه. هبتدي بقى ان انا احمرها كده على الهادي كده، هتطلع على الهادي يا زبادي، حاجه محترمه. شايفين بقى؟ الله عليها، الله عليها وعلى جمالها وعلى طعمها وعلى ريحتها. ده قلبنا المطبخ بتاعنا مطبخ حلواني. وعملنا صوابع زينب من مفيش، من دقيق وشويه زيت وشويه سكر، عملناهم شربات. وكمان الشربات بتاعنا ما كانش كميه السكر كتيره، ده كانت كوبايه كبيره على كوبايه ميه. وعملنا الشربات بتاعنا، وعملنا صوابع زينب. متزعليش يا زينب، الصوابع طالعه معانا كبيره وصغيره وطويله وقصيره. يا ريت ما تنسوش التعليق والصلاة على المصطفى الحبيب. واللي ما دخلش قناتنا تاني هنقول له ادخل، هتعجبك جدا. اشوفكم في فيديوهات كتير